صباح الفل عليكم. زي ما شفت العنوان كده بالظبط هكلمكم عن تاريخ مصر القديمة في أقل من ربع ساعة. بتجيلي أسئلة كتير جدا، يقولوا يا سارة عايزين نتعمق في الحضارة المصرية القديمة، نبدأ منين نبدأ منين؟ بصوا، الحضارة المصرية القديمة عريقة وكبيرة جدا. عندكم لغة، عندكم ديانة، عندكم تاريخ، عندكم عمارة وفنون وآداب، عندكم حاجات كتير جدا. وعشان تبدأ لازم تبدأ طبعا بالتاريخ، ولازم تعرف ولو معلومة بسيطة عن كل أسرة. والحكاية ابتدت من عصور ما قبل التاريخ، قبل ما تظهر الحضارة المصرية اللي احنا عارفينها في وقتنا ده. كان في حضارات تانية سابقة الحضارة المصرية وعصر الأسرات اللي احنا عارفينه. علماء المصريات قسموا التاريخ المصري القديم لقسمين: عصور ما قبل التاريخ وعصور ما بعد التاريخ. عصور ما قبل التاريخ كان لسه الإنسان ما وصلش للكتابة. هتيجوا تسألوني سؤال: طب احنا عرفنا منين تاريخ الحضارات دي طالما مفيش كتابة أصلا؟ انا اقول لكم الاجابه من الاثار. باختصار شديد جدا، احنا لقينا اثار في اماكن عرفتنا تاريخ الحضارات دي. طب ايه هي العصور ما قبل التاريخ اللي هي عصور ما قبل الكتابه اللي احنا عرفناها؟ عندنا اتقسمت عصور ما قبل التاريخ لثلاث عصور: عصر الحجر القديم، وعصر الحجر الوسيط، وعصر الحجر الحديث. وفي وسط العصور دي بتظهر عندنا حضارات، والحضارات دي متوزعة على كل حتة في مصر، وكل حضارة متسمية على اسم المكان اللي تم اكتشاف أثره فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عندنا حضارة المعادي، اكتشفنا آثار لعصور ما قبل التاريخ في منطقة المعادي فتسمت بحضارة المعادي. نيجي نشوف أول عصر من عصور ما قبل التاريخ، هو عصر الحجر القديم. العصر ده كان الحياة صعبة جدا، وما كانتش مستقرة على المصري القديم، وما كانش بيقعد في مكان واحد، كان بيتنقل من مكان لمكان عشان يدور على الأكل والمية. بدأ الإنسان في آخر عصر الحجر القديم يعرف حاجة اسمها الصيد، واصطاد الحيوانات والطيور، وبدأ يصنع أدواته عشان يصطاد بيها وصنعها من الحجارة. وبدأ المصري القديم يعمل بيوت بسيطة كده، ويعمل هدوم ليه، ويجمع الأكل. ومن أشهر الحضارات اللي موجودة في العصر الحجري القديم حضارة العطرية. نيجي بقى على العصر الحجري الوسيط. بدأ المصري القديم يستقر شوية وما بقاش يتنقل زي الأول من مكان لمكان، وبدأ يعرف يطحن الحبوب بتاعته. وعرفنا الكلام دوت من الحضارات اللي موجودة في العصر دوت، لقينا مناجل ورحى. ومن أشهر الحضارات اللي موجودة في العصر الحجري الوسيط هي حضارة حلفا والقطنية. أما عن العصر الحجري الحديث، عايزة أقول لكم إن مصر في العصر الحجري الحديث كان شكلها غير مصر خالص اللي موجودة في العصر الحجري القديم والوسيط. يعني إيه الكلام ده؟ النيل ما كانش شكله كده أصلا، وكانت فيه فروع كتير، وكانت المية في كل حتة في مصر. ومصر كانت بتتغطى بمساحات خضراء كتير. يجي بعد سنين وسنين ويجي العصر الحجري الحديث ويحصل تقلبات مناخية، والأمطار بدأت تقل، والمساحات الخضراء بدأت تقل، وظهر عندنا الصحاري. وبدأ المصري القديم يقعد حوالين وادي النيل، وبدأ المصري القديم يتطور أكتر وأكتر، وبدأ يستقر ويعرف حاجة اسمها الزراعة. واتقسمت مصر لجزئين: ناس عايشة في الشمال مصر، وناس عايشة في جنوب مصر. والحضارات اللي موجودة في العصر الحجري الحديث زي حضارة مغمدة بني سلامة. وحضارة مرندة بني سلامة، بدأ المصري القديم في الحضارة دي يسكن في أكواخ، وبدأ يربي المواشي ويزرع القمح والشعير، وبدأ يدفن الموتى بتوعه. وظهرت برضه في العصر الحجري الحديث حضارات تانية زي حضارة المعادي والعمري، وعرف المصري القديم فيهم صناعة النحاس والأدوات الحجرية. وحضارة مرندة بني سلامة والمعادي والعمري دي حضارات كانت موجودة في العصر الحجري الحديث في شمال مصر. أما عن جنوب مصر ظهرت حضارات برضو زي حضارة دير تاسا والبداري ونقادة. ونقادة دي موجودة في سوهاج. وفي حضارة نقادة بدأ المصري القديم يبني بيته من الطين، وصنع الفخار، وبدأ يرسم على الفخار بتاعه. وظهر عندنا التجارة بين الشمال وبين الجنوب، وبدأ المصري القديم يصنع أشرعة ومراكب. وفضل الموضوع ده مستمر لحد سنة 3200 قبل الميلاد. ظهر عندنا ملك اسمه نعرمر، والملك دوت وحد ما بين الشمال والجنوب زي ما احنا عارفين. ومن هنا ظهرت عندنا أعظم حضارة عرفها العالم كله.
وهي الحضارة المصرية القديمة، حضارة الطب والفلك والكتابة والأهرامات. قسم مانيتون تاريخ مصر القديمة ل30 أسرة، والمؤرخين قسموا تاريخ المصري لأقسام، وبيضم كل قسم عدد من الأسرات. عندنا العصر العتيق، وده بيضم الأسرة الأولى والتانية، واللي أسس الأسرة الأولى هو الملك نهارمر أو مينا. والملك مينا كون حكومة مركزية قوية، وعمل عاصمة للبلد وهي مدينة ممفيس أو منف. وجه بعديه خلفائه ومشوا على نهجه. ظهر عندنا في العصر ده تطور للكتابة الهيروغليفية، وظهر عندنا الأدب والدين والفنون والعمارة والنحت. ومن أشهر ملوك العصر العتيق غير الملك مينا هو الملك خع سخموي، وده كان واحد من ملوك الأسرة التانية، وقام بتقوية دعائم الدولة. استمر العصر العتيق حوالي 500 سنة، وحكم خلالها 20 ملك، وانتهى العصر العتيق على كده. عشان يبدأ عصر جديد هو عصر الدولة القديمة، واللي بتبدأ من الأسرة الثالثة لحد الأسرة السادسة، واتسمت برضه بعصر بناية الأهرام، لأن في الوقت ده ظهر عندنا ملوك مشهورين ببناية الأهرام. زي مين؟ زي الملك زوسر، وده من ملوك الأسرة الثالثة، صاحب المصطبة الهرمية اللي موجودة في سقارة، واللي كان من تصميم المهندس أمحتب. وعندنا الملك سنفرو، وهو مؤسس الأسرة الرابعة، وبنى أول هرم كامل ليه بعد محاولات كتير، زي هرم ميدوم وهرم المنحني، ووصل في النهاية للهرم الكامل هو الهرم الأحمر. يجي بعديه الملك خوفو، وده اللي بنى لينا أعظم هرم في التاريخ، وواحد من أهم عجائب الدنيا السبع، هو هرم خوفو اللي موجود في الجيزة. ويجي بعديه الملك خفرع، وده اللي بنالنا الهرم الأوسط. ويجي بعديه الملك منقورع، وده اللي بنالنا الهرم الأصغر. فضلت الدولة القديمة 500 سنة لحد ما ضعفت في النهاية في أواخر عصر الأسرة الستة، وحصل تفكك وفوضى في البلد عشان تمر مصر مرحلة صعبة جدا، وهي مرحلة عصر الانتقال الأول. عصر الانتقال الأول أو عصر الإضمحلال الأول حصل إيه فيه؟ قلت سلطة الملك في الوقت ده، وزاد سلطة حكام الأقاليم، وحصلت حروب أهلية، وانتشرت المجاعات، وقامت حروب أهلية بين ملوك إهناسيا في الشمال وما بين ملوك طيبة في الجنوب، واستمر الصراع ده حوالي 90 سنة، لحد ما جه عمنا منتحتب التاني، واللي جاي من طيبة ان هو يهزم ملوك إهنسيا ووحد مصر مرة كمان تحت سلطة ملوك طيبة، لحد ما يبدأ عصر جديد هو عصر الدولة الوسطى. وعصر الدولة الوسطى حكم فيها 3 أسرات، الأسرة ال11 والأسرة ال12 والأسرة ال13، ورجعت مصر مزدهرة مرة كمان. ومن أشهر ملوك الدولة الوسطى غير الملك منتحتب التاني يعني الملك منمحات الأول، وده مؤسس الأسرة ال14، كلمتكم عنه قبل كده في فيديو تعليم ابنه منمحات اللي فضلت موجودة للأسرة ال20. والملك سنوسرت التاني، وده طبعا حفر قناة سيدوس تريس، ودي قناة تربط ما بين البحر الأحمر والمتوسط عن طريق النيل. استمرت الدولة الوسطى 400 سنة. طب ليه قعدت 400 سنة ومكملتش؟ هقول لكم. خلال فترة حكم الأسرة ال13 ضعفت الدولة من تاني، جت لمصر قبائل من شمال شبه الجزيرة العربية، واستقروا في شرق الدلتا، ودي قبائل بدوية، وقدرت تسيطر على شمال مصر. والقبائل دي اتسمت بالرعاة، وهم الهكسوس. ودخلت مصر مرحلة تانية من الفوضى، واتسمت بمرحلة الانتقال التاني أو عصر الإضمحلال التاني. استمرت مصر في عصر الإضمحلال التاني أو الانتقال التاني 100 سنة. في الوقت ده كان مسيطرين في الشمال هم الهكسوس، وفي الجنوب كانوا مسيطرين ملوك طيبة والملك سكنر رع. سكنر رع قام بحروب كتير واتهزم فيها واستشهد في الحروب دي. وجي بعديه الملك كاموس ابنه واستشهد هو كمان في الحرب، وفشلت مصر ان هي تهزم الهكسوس، وده كان بسبب ان اسلحة الهكسوس متطورة جدا عن اسلحة المصريين. ومن اشهر الاسلحة اللي كانوا بيستخدموها الهكسوس هي العجلات الحربية. يجي الملك احمس اخو كاموس وابن سكنرع ويعمل نفس الأسلحة اللي بيستخدموها الهكسوس، ونجح الملك أحمس في هزيمة الهكسوس وطردهم من العاصمة بتاعتهم أواريس، وأصبحت أقاليم مصر كلها في سلطة الملك أحمس. عشان يبدأ عصر من أهم عصور مصر كلها وعصر الدولة الحديثة، واللي مؤسسها الملك أحمس، وبتتكون من 3 أسر، الأسرة ال18 والأسرة ال19 والأسرة ال20.
استمرت عصر الدولة الحديثة حوالي 500 سنة، وكانت مدينة طيبة عاصمة لمصر. وفي عصر الدولة الحديثة كانت مصر مزدهرة جدا وبدأت تتوسع خارج حدودها. ومن أشهر ملوك الدولة الحديثة والأسرة ال18 هي الملكة حتشبسوت، واللي مشهورة بالبعثة بتاعتها لبلاد بونت عشان تجيب البخور وخشب الأرز، وصاحبة معبد الدير البحري. وعندنا كمان الملك تحتمس الثالث، والملك تحتمس الثالث وصلت مصر في عهده الأقصى اتساع ليها من جنوب الأناضول في الشمال لحد الشلال الرابع في الجنوب، وصاحب معركة مجده. وعندنا كمان الملك إخناتون، وده صاحب الثورة الدينية واللي نادى بعبادة إله واحد وإله أتون. وعندنا كمان توت عنخ آمون، وده صاحب المقبرة الكاملة وقناعه الشهير. انتهت الأسرة ال18 بوفاة الملك حور محب، وجات الأسرة ال19 ودي كانت من أعظم الأسرات اللي حكمت مصر، واللي أسس الأسرة ال19 الملك رمسيس الأول. ومن ضمن ملوك الأسرة ال19 وأعظم ملوكها وأعظم البنائين هو الملك رمسيس الثاني. مصر كانت في عصره من أقوى بلاد العالم. ونيجي على الأسرة ال19 واللي اسمها أسرة الرعامسة، وده عشان كل ملوكها كان اسمهم رمسيس، من أول رمسيس الثالث لحد رمسيس ال12. بعد الأسرة ال20 ضعفت مصر وزادت سلطة كهنة آمون لحد ما تمكنوا من الوصول للحكم، وأسس الكهنة أسرة جديدة وهي أسرة ال21. وانتهت عصر الدولة الحديثة اللي استمرت حوالي 500 سنة، وتدخل مصر عصر جديد كله ضعف واضمحلال وعصر الانتقال الثالث، وده بيضم 5 أسر من أول الأسرة ال21 لحد الأسرة ال25. واستمرت الفترة دي حوالي 400 سنة. وفي الفترة دي زادت نفوذ العناصر الأجنبية في مصر، وأسس الليبيين عصر الأسرة ال22 اللي أسسها الملك ششنوق. وعندنا الأسرة ال25 وحكمها ملوك كوشيين ومنها الملك بعنخي. وفي الفترة دي تعرضت مصر للغزو الأشوري عشان ينتهي عصر الانتقال الثالث وتدخل مصر عصر جديد هو عصر المتأخر، وده بيتكون من 5 أسرات من الأسرة ال26 لحد الأسرة ال30. ورجعت تاني سلطة مصر للملوك المصريين، وازدهرت مصر في الوقت ده. ومن أشهر ملوك العصر ده هو الملك بسمتك، وده كان مؤسس الأسرة ال26 وطرد الأشوريين من مصر. وفي نهاية العصر المتأخر حصل صراع ما بين مصر والإمبراطورية الفارسية، واستمر العصر المتأخر 300 سنة، ونجح الفرس في السيطرة على مصر لحد سنة 332 قبل الميلاد. جه اسكندر مصر ودمر الإمبراطورية الفارسية وحرر مصر من الفرس. وبعد ما مات اسكندر اتقسمت الإمبراطورية بتاعته بين القادة بتوعه، وكانت مصر من نصيب بطليموس، وكون أسرة حاكمة وأصبحت مصر تحت حكم البطالمة، وأخذوا مدينة اسكندرية عاصمة ليهم. استمرت مصر تحت حكم البطالمة حوالي 300 سنة، وكانت الملكة كليوباترا هي آخر ملكة تحكم مصر من البطالمة. وانتهت فترة حكم البطالمة بهزيمة كليوباترا على يد القائد الروماني أكتافيوس، وسيطر أكتافيوس على مصر، وبقت مصر تحت حكم الإمبراطورية الرومانية لحد ما جه عمرو بن العاص مصر وفتح مصر. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة عن تاريخ أعظم حضارة عرفها العالم كله. استنوا مني كل جديد وأشوفكم بخير والسلام عليكم.